ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنشرح شرح تفصيلي لدايت الانقاذ او نظام الانقاذ. ده تحدي الاسبوع الثالث من رمضان. يا ترى مستعدين ليه؟ النظام ده معمول مخصوص للناس اللي كانوا ناويين يبداوا من اول رمضان ان هم يخسوا، بس للاسف ما قدروش ان هم يستمروا على الدايت، اللي كانوا بيلخبطوا كتير او بيعكوا كتير في الاكل، اللي كانوا حلويات كتير ومقليات كتير. فالدايت ده معمول ليكم مخصوص عشان تقدروا تنزلوا في الوزن. ومع دايت الانقاذ انت تقدر تنزل بسهوله قوي وترجع لهدفك مره تانية، بحيث ان انت تخرج من رمضان بمقاسات مختلفه وشكل مختلف. كمان الناس اللي مستمرين معانا في تحدي رمضان برضو الدايت ده هيفرق معاهم جدا. تعالوا نعرف مع بعض الاول شروط التحدي ايه. اول حاجه ان انت يكون عندك النيه والاراده ان انت فعلا تلتزم، وتكون مقرر بينك وبين نفسك ان انت الاسبوع ده والاسبوع الجاي اللي هم اخر اسبوعين في رمضان هتكون فعلا ملتزم عشان تقدر تخرج من رمضان بمقاسات وشكل مختلف. لو انت كنت اول اسبوعين في رمضان بتعك كتير او بتلخبط كتير في الاكل، فقرر بينك وبين نفسك انك تبدا تلتزم بدايت الانقاذ. تاني حاجه انك تلتزم بالرياضه اللي احنا هنقول عليها في الفيديو ده. تالت حاجه انك تلتزم شرب الميه كويس جدا زي برضو ما هنقول في الفيديو ده. ورابع حاجه انك تكون النوم بتاعك كويس ومنتظم على قد ما تقدر. نظام الاسبوع ده هيكون نظام لو كارب، يعني هيكون قليل في نشويات شويه. انا مش مانعه نشويات فيه، لكن هيكون النشويات فيه قليله عن الاسبوعين اللي فاتوا. طبعا البروتين هيكون زياده والالياف الغذائيه برضو هتكون اكتر. نبدا بالفطار. هتبدا فطارك بشوربه لسان عصفور، ما يكونش فيها مكرونه لسان عصفور، او شوربه دجاج بالمشروم، شوربه كوسه او شوربه سبانخ يكون منقوع فيها معلقه صغيره من بذور الشيا. مهم قوي تكون ناقع بذور الشيا فيها قبليها بساعتين على الاقل. بعد كده هتاخد تمره واحده بس معاها كوبايتين ميه او معاها ربع لبن، وتكمل الباقي ميه، وتستنى من 10 دقايق لربع ساعه. وبعد كده هتبدا الفطار بتاعك. الفطار بتاعك هيكون عباره عن نص دجاج او اي بروتين موجود عندك في الفطار، معاه طبق كبير قوي من السلطه. تاخد كمان معاه اي خضار موجود عندك على الاكل، زي مثلا الملوخيه، زي الكوسه، بس مش خضار نشوي، يعني مش بسله، مش فاصوليا، مش لوبيا. ابعد عن الخضار النشوي. في حاجه مهمه هنا قوي لازم تاخد بالك منها، انك ما تاكلش قدام حاجه بتشتتك، مش واخد بالك من نوع الاكل اللي انت بتاكله او كميه الاكل اللي انت بتاكلها. مهم قوي انك تحس باشارات الشبع اول ما تطلع. دايما المخ بيطلع اشارات الشبع بتاعته من ربع ساعه لتلت ساعه تقريبا. اول ما تحس باشارات الشبع وانك بدات تشبع، وقف اكل، ما تاخدش اكل اكتر من اللي انت محتاج. كمان مهم قوي انك تاكل اكلك بالراحه عشان ما تاكلش كميه كبيره من الاكل مره واحده. لو في عندك على السفره مقليات او حاجات مثلا مش هينفع تاخد منها، تعمل ايه؟ مهم قوي انك تحط الاكل بتاعك في طبق واحد يكون على قد الاكل بتاعك بالظبط، بحيث انت ما تبقاش مشتت بين كل اصناف الاكل اللي قدامك. لا، خليك محدد وحط الاكل بتاعك في طبق يكون كويس وخليه قدامك عشان ما تقعدش تلقط من الاكل اللي حواليك ويبقى نفسك في حاجه من هنا وحاجه من هنا. لا، حط اكلك كله في طبق واحد يكون فيه كميه الاكل كلها اللي احنا قلناها فوق. بين الفطار والسناك تقريبا حوالي 3-4 ساعات، ما تقللهمش عن كده. قبل ما تبدا السناك بتاعك هتاخد برده كوبايتين ميه، بعد كده هتاخد شويه مكسرات او هتاخد معلقه صغيره كاكاو خام عليها ربع كوبايه لبن، وبرده هتقعد حوالي 3 ساعات. وبعد كده تبدا السحور، وقبل ما تبدا السحور بتاعك برده هتاخد كوبايتين ميه كبار. وزي ما عملنا في الفطار، مهم قوي ان السحور بتاعك برده يكون في طبق واحد متوزع ما بين سلطه كبيره وما بين 4 معالق فول والبيض بتاعك وعلبه الزبادي او البيض والزبادي وقطعه الجبنه القريش بتاعتك، السلطه كبير. كل ده يكون في طبق واحد برضو عشان تحس بالشبع وتحس بالاكتفاء. وقت السحور بتاعك بلاش تاخد حاجات مالحه كتير عشان ما تعطشكش وانت صايم، بس ممكن تاخد مثلا 2 زيتونه، دول بيكونوا كويسين قوي بحيث ان هم يظبطوا الاملاح كمان بتاعتك اللي انت بتفقدها اثناء الصيام. قبل الفجر هتاخد كوبايتين ميه كمان، واوعى ابدا تاخد قبل الفجر حتى بساعه شاي او قهوه او نسكافيه او اي حاجه فيها كافيين، بيزود خروج الميه من جسمك وده ممكن يحسسك بالعطش وانت صايم. اوعى تاخد كميه الميه اللي المفروض تاخدها مره واحده، لازم تقسمها زي ما احنا قلنا كده، يعني كوبايتين قبل الفطار، وكوبايتين قبل السناك، كوبايتين قبل السحور، وكوبايتين كمان قبل الفجر. طب يا دكتوره، لو انا ما قدرتش اشرب كل كميه الميه دي اعمل ايه؟ حاول على قد ما تقدر تشرب الميه بالطريقه دي. وكمان خلي بالك ان السوائل السخنه برضو تعتبر من الميه اللي داخله جسمك، يعني اليانسون والنعناع والجنزبيل والقرفه وغيرهم كتير برضو بيعتبر برضو من الميه اللي داخله جسمك وبتتحسب. كمان الاكلات اللي بيكون فيها ميه كتير زي الطماطم زي الخيار وغيرهم برضو بيعتبروا من الميه اللي داخله جسمك. بس اوعى تكتر من شرب القهوه او الشاي او النسكافيه او الشاي الاخضر، لان الحاجات دي بيكون فيها كافيين بيزود خروج الميه من الجسم، ده ممكن يعمل لك جفاف. بالنسبه للرياضه، لو قدرت تلعب رياضه قبل الفطار من نص ساعه لساعه مثلا يبقى كويس قوي، بس الرياضه اللي بتكون قبل الفطار متوسطه الشده، مشي مثلا حاجه كده، لكن ما بتكونش رياضه عنيفه عشان ما تخسرش العضلات بتاعتك. او تلعب رياضه بعد الفطار بساعتين او 3 ساعات، دي برده بتكون كويسه قوي، بس بتكون رياضه حاول ان هي تكون رياضه زي الكارديو، تزود معدل ضربات القلب بتاعتك لمده ساعه على الاقل كل يوم، هتفرق معاك قوي. نظام الانقاذ: ممنوع الحلويات، ممنوع السكريات، تستخدم السكر الابيض، ممنوع
المقليات، ممنوع الاكلات المصنعه او اللحوم المصنعه. على قد ما تقدر حاول تلتزم بالنظام، فعلا هيفرق معاك قوي، خصوصا للناس اللي هم مش ملتزمين اول اسبوعين في رمضان. صدقوني هيفرق معاكم قوي، جربوه وقولوا لي رايكم ايه، وقولوا لي كمان خسيتوا قد ايه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، واستنوا الاسبوع الجاي هينزل تحدي الاسبوع الرابع في رمضان. ولو هتخشوا التحدي معانا ما تنسوش تكتبوا لي كومنت تحت بوزنكم ان انتم مكملين معانا في التحدي.